دكتور، لو السمك اسفل الرقبه 3.46%، هل هو طبيعي وهل راح يكون في الطفل تشوهات لا قدر الله ولا لا؟ خلينا الاول اشرح لك ايه هو السمك اسفل الرقبه. ده بيتعمل عن طريق سونار في اول 3 شهور تحديدا من الاسبوع ال11 للاسبوع ال13. الطبيعي ان السمك ده بيكون اقل من 3 مللي. لو هو اقل من 3 مللي ده بيدينا انطباع ان الحمل بتاعك ماشي كويس، وان فرصه حدوث تشوهات او المشاكل الوراثيه بعيده ان شاء الله. يعني الحمل ده ماشي كويس باذن الله. طبعا ده مش تشخيص نهائي، ده بيبقى تشخيص مبدئي او بيدينا انطباع مبدئي ان الحمل بتاعك ماشي كويس. في حالة حضرتك السمك ده 3.46 يعتبر أعلى من الطبيعي. طب حضرتك محتاجة تعملي إيه؟ رقم واحد، هتعيدي السونار في مركز أشعة متخصص في تشوهات الجنين. هنعمل سونار رباعي الأبعاد في أول 3 شهور أو في الشهر الثالث ويأكد لي السمك ده صحيح ولا لأ. لو هو فعلا كده محتاجين نعمل شوية فحوصات تانية زي تحليل كروموسومات في الدم اللي هو NIPT علشان نطمن إن فعلا مفيش أي مشاكل وراثية. رقم 2، محتاجة تتابعي تخليق الجنين كويس بعد كده وتعملي ايكو على القلب بتاع الجنين علشان ده بيرفع نسبة حدوث مشاكل في القلب الجنين لا قدر الله. مجرد هو انذار لحضرتك او ان انت تهتمي اكتر وتتابعي اكتر، وان شاء الله يكون مفيش اي مشاكل فيه باذن الله.